المغرب يفرط في الصدارة. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا. إذن المنتخب المغربي يقع في هذه الهزيمة التي تعتبر الثالثة لوليد الركراكي رفقة المنتخب المغربي منذ توليه مهمة تدريب أسود الأطلس بعد هزيمة فرنسا، أيضا كرواتيا، واليوم قاريا أمام منتخب جنوب إفريقيا، وبالتالي يفرط في صدارة هذه المجموعة رغم أنه ضمن تأهله سابقا إلى كأس الأمم الإفريقية. ورحب من جديد بمحللي قنوات بين سبورتس كابتن يوسف. كابتن طارق، شاهدنا عدد مهول من التمريرات الخاطئة. صحيح ردة فعل نسبيا كانت جيدة في نهاية هذه المباراة، لكن وكأن اللاعبين بحاجة إلى راحة بعد موسم مونديالي وموسم شاق مع الأندية قبل العودة لمراجعة الأوراق وتحسين ما يمكن تحسينه قبل كأس إفريقيا. صحيح، محتاجين راحة وإلى استفاقة كذلك، لأنه لا زال يمكن أغلب اللاعبين عايشين على الماضي، على حلم المونديال، لكن الواقع هو أفريقيا. احنا الآن نلعب في أفريقيا ضد منتخبات دائما قوية، منتخبات دائما تعتمد على الاندفاع وعلى كذلك الصراع البدني. شاهدنا مباراة اليوم، جنوب أفريقيا كانت أفضل منا على مجريات المباراة. يمكن احنا لعبنا 4 ساعة بداية الشوط الأول وآخر 10 دقائق في الشوط الثاني فقط لا غير. لا نلعب بشكل جيد، أخطاء كثيرة على مستوى الدفاع. يعني شوف أي لحظة كانوا ممكن يسجلون أهداف، تقريبا 4 فرص صحيح سجلوا منها هدفين. ودائما كما قلت في المرتدات هم خطيرين وسريعين. توقيت دائما في بداية الشوط الأول والثاني في بداية الشوط الثاني، لأن هناك لم يكن هناك تركيز. مش هذا هو التركيز اللي تعودنا عليه مع المنتخب المغربي، بالإضافة كما قلت إلى التغييرات. وهنا الهدف الوحيد، والهدف الوحيد على فكرة مجهود فردي. وقلنا أن زياش خطورته دائما تكون على الجهة اليمنى. يعني اللحظة اللي لعب فيها على الخط ظهر خطورة وسجل منها هدف. بعد ذلك بعد الهدف بدأ يدخل عمق الملعب وبدأ يلعب أكثر الكرة الطويلة وما استفدناش أكثر. المفروض المدرب كان يعطي أوامر يكون هناك انضباط أكثر على المستوى التكتيكي، ودائما شاهدناه أكثر في الرواق الأيمن. هنا جنوب أفريقيا متصدرة بطبيعة الحال بفرق نقطة واحدة كما قلت. على المجمل المباراة أقول هناك بعض اللاعبين يجب كما قلت إعادة نظر بعض اللاعبين، لأنه ما قدموا ولا شيء. ما نقولش الاسماء لانه لا، مثلا عمران لوزة اليوم اكد انه ليس بديل ناجح لامرابط في وسط الميدان في مركز الارتكاز، لانه هو عمران لوزة ليس لاعب ارتكاز. خصنا نفرق بين الاشياء. انت تحتاج الى لاعب ارتكاز مواصفات دفاعيه صحيح، صلابه، قوه، وذكي في التغطيه. اللاعبين مثل هذو نوعيه لاعبين مثل جبران، مثل يحيى جبران، مثل سفيان مرابط، هذه نوعيه اللاعبين. لوزة دائما يلعب اكثر، هو شاهدنا مع واتفورد يلعب اكثر من الناحيه الهجوميه صحيح، يعطيك الحلول اكثر على الجانب الهجومي. اللاعب الاخر يمكن اول مباراه صعب انك تحكم عليه، مالح إدريسي لم يقدم إضافة في الجهة اليسرى. يعني بعض اللاعبين يجب كما قلت إعادة النظر، لكن كما قلت المدرب هو أعرف بهذه الأشياء هذه. وبالتالي كما قلت خسرنا المباريات، لأن خسرنا المباراة، خسرنا الثنائيات، خسرنا الكرة الثانية دائما. ودائما كانوا قويين هم في الخروج في المرتدات. تخيل الهدف الثاني 3 ضد 2 ثم 3 ضد 3. المفروض دائما تكون عندك زيادة أكثر مدافعين. يعني هنا يعطيك مدى التركيز اللاعبين، الخطوط متباعدة أكثر. ما شاهدناش وسط الميدان اليوم مفكك. صحيح أنه الأول مرة يلعب مع بعض، لكن هذا ليس عذر أنت صحيح تلعب مع المنتخب الوطني. هناك أخطاء كثيرة. زيادة كما قلت أخرى، وليد الركراكي عليه بعض الأحيان أن يكون أكثر انضباطي، خصوصا أنه لازم يعرف كيف يتعامل مع بعض اللاعبين. خصوصا انا حسيت ان من بدايه المباراه حس ان الفريق غير مركز من بدايه المباراه، مشتت ذهنيا. طيب، المنتخب التونسي كابتن طارق ايضا فرط في صدارته بهذه الهزيمه من ضربه جزاء بعثرت الاوراق. وانا اتذكر في كاس افريقيا 2015 كانت هناك ضربه جزاء في اللحظات الاخيره. ديما ضد غينيا ضربه جزاء، ضربه جزاء خياليه. سنتابع 2015 خياليه صحيح، يعني واضح. الحكم عطاهم ضربه جزاء. اليوم مانيش عارف عطيهم حكم صراحه ضربه جزاء، مانيش عارف. ايه ما نشوفوا التمثيليه. واليد ممدوده إيه؟ لكن استغلها المهاجم. شوفوا كيفاش دخول قتله، عمل له
ضربة جزاء. لكن خلينا نقولوا أن المنتخب غينيا في الشوط الثاني خلق 3 فرص، سجل منها ضربة جزاء. تونس ما خلقت ولا فرصة طوال 90 دقيقة وخسر 45 دقيقة، لأن الدحمان قبل هذه الدحمان أنقذ الفريق منتخب من هدف محقق. لهذا تونس معناتها ما تستحقش الفوز والتعادل. يعني لو تعادلوا نقطة تونس معناتها نتيجة جيدة بالنسبة لتونس، لأنه يعني ما لعب شيء. حتى المهاجمين اليوم غير المهاجمين الكل، ولا مهاجم نجح اليوم. إذا قيموا اللاعبين هناك دحمان والبقية يعني وسط الميدان والهجوم مش موجودين اليوم. ترتيب المجموعة كابتن النتيجة لا تخدم مصالح المنتخب الليبي دون شك. غينيا اليوم خلاص، غينيا 12 نقطة، المرتبة الأولى، تونس المرتبة الثانية. هزيمة ما نقولوش قاسية لكن ما مش في وقتها لأن في حاجة ماسة أن تونس دائما تاخذ ثقة في نفس، خصوصا اللاعبين الجدد. حتى اللاعبين الجدد اللي لعبوا ما عطاوش معناتها انطباع جيد بالنسبة لأول مباراة، رغم أن الطقس رغم أن الملعب، لكن هذه هي أفريقيا. أفريقيا ما هي سهل. أفريقيا موش أنك لازم تتأقلم على الملعب، لازم تتأقلم مع الطقس، لازم تتأقلم مع طريقة لعب المنافس، القوة البدنية، القوة، الاندفاع. هذا بطبيعة الحال مش موجود في البطولة نتاعنا، خصوصا أن عديد اللاعبين يلعبوا في البطولة نتاعنا. لهذا نقول نتيجة عادية بالنسبة إن شاء الله المدرب يلقى الحلول في المباريات القادمة. واعتقد ان يستحق المنتخب، رغم ان ضربة الجزاء ما هي ضربة جزاء بصراحة 99 ما هي ضربة جزاء بالطريقة هذه. مش كرة نلعبوا كرة طائرة. ما هذه من ضمن الاشياء التي يجب ان يتعود عليها اللاعبون في افريقيا. والله غريب. هذا لازم صحيح، خصوصا في غينيا. لما نلعبوا في غينيا يعني في كأس افريقيا 2015 معناتها مش اكثر من خيالية، وفي الثواني الأخيرة يعني ما عندناش وقت باش نرجع. اليوم زاد ضربة جزاء معناتها ماهيش ما راوغش به، ماهوش بعيد عليه معناتها كشيء باش يقوم بالخطأ. ولهذا أعتقد أن كان ممكن تعادل، لكن ممكن نقولوا أن على الفرص المتاحة فريق منتخب تونس لم يستحق الانتصار. لكن الهزيمة الآن سواء منتخب تونس أو المغرب مفيدة الآن قبل الدخول إلى غمار النهائيات. صحيح مفيدة، خصوصا المنتخب المغربي. لأنه سامحني كابتن، المنتخب المغربي ولا التونسي مثلا، منتخب تونس قلنا انه المنتخب الوحيد في افريقيا الذي يتاهل للمره 16 على التوالي وعنده كاس افريقيا واحده. نفس الشيء بالنسبه للمنتخب المغربي، دائما يدخل البطولات كمرشح للتتويج ولا يفوز، وعنده صحيح. كاس واحده في 76. لكن المره هذه ضغط كبير على المنتخب المغربي صحيح، لانه شاهدناه اليوم الضغط هذا. اليوم المنتخب المغربي انا اقول ممكن هزيمه يستفاد منها المدرب واللاعبين، لأن بطولة أفريقيا ليس كأس العالم. بطولة أفريقيا مقلقة بالنسبة للاعبين، تلقاو صعوبات كبيرة، لأن في كأس العالم تلعب بطريقة دفاعية وتلعب المرتدات. صحيح. اليوم لا، تصنع اللعب. المغرب لازم هي تخرج وهي تعمل اللعب وهي تصنع اللعب، وإذا اللاعبين مش أحسن حالاتهم تأثيرها كبير على مستوى الفريق. لأن اليوم شاهدنا الفريق أول 3 خطوط متباعدة جدا، وأعطى إمكانية لفريق كم هجمة مرتدة سواء في الشوط الاول وخصوصا في الشوط الثاني. كان ممكن يسجل هدفين 3 المنتخب جنوب افريقيا. ثم كميه التمريرات غير الدقيقه، كميه كبيره، ديشي كبير في لعب اللاعبين المغاربه اليوم، سواء في الكنترول سواء في المراوغه وخصوصا في التمرير. وهذا كله على حساب اللياقه البدنيه وعلى حساب اللعب، لان يعني لما تخسر كرات تاثر على لعب الفريق المغربي المنتخب المغربي. ثم هجومه اليوم، هجومه كان باهت يعني، حتى قام بتغييرات اخرى نسيري وغير. افضل هجمه كانت في الدقيقه الرابعه من الوقت، الدقيقه الرابعه في الوقت الرابع، هذه كانت الهجمه الوحيده. الدفاع زاد. وانا نقول للركراكي في حاجه هامه جدا، انه في وقت ما لازمش تلعب بالعاطفه، في وقت ما انك اللاعبين اللي وصلت بهم الدور نصف النهائي تحب تمشي بهم لكاس افريقيا وهم مش في احسن حالاتهم. يعني عديد المدربين في اوروبا اخطاوا في القرارات، ان لعبوا كاس العالم وفازوا بكاس العالم، بقاوا مع اللاعبين وخرجوهم من الدور الاول، دور المجموعات. صحيح. المانيا خرجت من دور المجموعات، اسبانيا خرجت من دور، فرنسا خرجت من دور المجموعات، ايطاليا، المانيا، وهذا انا اقول اليوم بصراحه السايس لازم يلقى له حل. صحيح. السايس اليوم بطيء، ما شاهدناش السايس نتاع في لاعبين ماهوش في احسن حالاتهم.
حتى التغييرات ما كانش ناجحه، لازم مدافع ايمن، ما تمشيش مدافع ايسر وحيد هو المزراوي. تلعب كاس، تلعب بطوله قويه، عندك لاعب الوداد عطية الله مدافع ايسر وقدم مستوى كبير. عندك جبران، بالنسبه لي افضل لوزة ولا جبران في كلاعب ارتكاز؟ جبران افضل بكثير، ويلعب مع الوداد دائما ادوار طلائعيه في الشامبيونز ليج. كانت فقط لانه كانوا عندهم مباراة لدوري الابطال، صحيح، واعطى فرصه اكثر كما قلت للتجربه. اكيد ممكن تعب ما اختارش اللاعبين. اللائحه ستكون مغايره لانه يحتاج افريقيا اخرى تحتاج لاعبين عندهم تجربه في افريقيا، وعندنا لاعبين، عندنا في الرجاء، عندنا في الوداد، عندنا في الجيش، عندنا في بركان، عندنا لاعبين اللي عندهم هذه التجارب الافريقيه. سنعود الان للنقاش، هل يستحق عدد من اللاعبين في الدوري المحلي ان يلعبوا مع المنتخب تترك لاعبين ينشطون ومتكونون في الدوريات الاوروبيه؟ شوف انت دائما عندما تلعب على مستوى العالي، خصوصا مستوى كاس العالم، وتكلم على طارق، تلعب ضد منتخبات قويه. اول شيء ذهنيا الحافز يكون عندك انت اكثر من المنافس. الان الغير، الان المنتخبات الافريقيه عندها الحافز اكثر منك انت كمنتخب المغرب اللي وصل لنصف النهائي. الان الكل يريد ان يفوز على المغرب. المغرب كان نقطه قوته فين؟ في الاداء الجماعي، صحيح. الخطوط متقاربه، يعتمد على المرتدات والسرعه على الاطراف، وبدنيا كانوا جاهزين. احنا ما نتكلموش على الحاله البدنيه لان نهايه الموسم كل لاعبين متعبين.